الله نور السماوات والأرض. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. نعم، فهل يستعمل عقله لمجرد مطامع الدنيا وصناعاتها واشغالها ويحذقها وينتج، لكنه ينسى الآخرة ولا يفكر فيها، ولا هذا لا فائدة له من قلبه ولا من ذكائه ولا من حياته أيضا. فالكفار الآن عندهم نباهة وعندهم عقول دنيوية وسبقوا في الصناعات والاختراعات، ولكنهم لا يفكرون في الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الكافر قلبه صار للدنيا حذق، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. الصناعات والمخترعات هذه راحت، زالت، بطلت، انتهت، راح للآخرة ما معه شيء، خسر الدنيا والآخرة. لا نقول إن تترك مصالح الدنيا، تترك الصناعات، لا، لكن لا تقتصر عليها، استعملها بما يعينك على طاعة الله، استعملها في منافعك وفيما يعينك على طاعة الله، لا تتركها، لكن لا تقتصر عليها، هذا هو المنهي عنه. نعم، أنت ما خلقت للدنيا، أنت خلقت للآخرة، والدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. نعم. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه. لو عرف كل شيء، الآن ما خلوا شيء ما عرفوه إلا الأشياء التي لم يطلعهم الله عليها، ولا عرفوا أشياء كثيرة كما تعلمون الآن، لكن لو تسأل عن الآخرة ما عنده منها خبر ولا تأتي له على بال. نعم.